السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال ان شاء الله. النهارده باذن الله وصفتنا سهله وبسيطه جدا. هنعمل نوع جديد ونادر كمان من المكرونه. هنعمل النهارده وصفه سهله وبسيطه، اسمها مكرونه فوتشيني او نوع صوص فوتشيني. حلو جدا جدا، سهل وسريع. يعني نغير بقى عن المعتاد ونعمل حاجه جديده. وكمان الولاد طبعا بيحبوا المكرونه الاسباجيتي، بيحبوها قوي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مكرونه فوتشيني او بصوص رهيب وطعم حلو جدا جدا. هنعمله مع بعض بالفراخ والمكرونه طبعا، يعني غنية عن التعريف، طعمها بجد رهيب. والصوص كمان مديها طعم حلو جدا، والفراخ غرقانه كده في صوص الفوتشيني. يعني ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده عظمه. ايوه، زي ما بقول لكم كده عظمه. طعمها بجد كان جميل. اول حاجه انا معايا هنا من صدر من الفرخه. طبعا انا غسلاه ومصفيه كويس جدا، قطعته لقطع صغيره زي ما حضراتكم شايفين كده. وهبدا ان انا اشيل منه اي زياده مش مرغوب فيها. القطع طبعا هنتحكم في تقطيعها زي ما نحب خالص. انا حبيت التقطيعه تكون بالطريقه دي كده. يلا بينا بقى نشوف وصفتنا. في طاسه بقى صغيره كده على النار، ضفت فيهم شويه زيت صغيرين، حوالي 3 معالق كبار من الزيت. وضفت عليهم على طول قطع الفراخ اللي طبعا قطعناها. وهضيف بقى على الفراخ دي بعد ما تغير لونها شويه صغيرين خالص من الفلفل الاسمر. انا عايزه الفلفل الاسمر تتحط على الفراخ اول حاجه، عشان تمحي اي زفاره موجوده عندي في الفراخ. يعني هتخلي طعمها حلو جدا. خلاص الفراخ بتاعتي قربت تاخد لون او قربت تدخل في مرحلة السوا. فهعمل ايه؟ مكعب المرقة هضيفه عليها، واول ما مكعب المرقة يختلط تماما مع الفراخ هبدأ بقى ان انا اشيل الفراخ بتاعتي. ليه بقى؟ تعالى هقول لكم هنعمل ايه بعد ما شلت الفراخ بتاعتي. بعد ما خلاص قربت تستوي هنزل معاكم ببصلتين كده او بصلة كبيرة، تكون كبيرة شوية. البصلة بتاعتي دبلت وبقت جميلة. هنزل عليهم كمان بحوالي 3 معالق كبار من المشروم. المشروم اللي انا مستخدماه ده مش مشروم طازة، ده معلب، طعمه حلو جدا كمان. يعني صحي كمان، يعني هو مش فيه اي اضرار. شايفين؟ هو ده المشروم بتاعي. حسيت ان المعلقتين او 3 معالق بتوعي شوية بجد طعمه كان حلو جدا. وضفت كمان عليه معلقتين، يعني ضفت كام مشروم؟ ضفت حوالي 5 معالق كبار من المشروم. طبعا المشروم ده معلب، تمام، ومش غالي قوي، يعني العلبة في حدود 20 جنيه. خلاص المشروم بتاعي دبل شوية مع البصل، او اتنكه كمان بالبصلة بتاعتي. حبيت كمان ان اتبل المشروم بتاعي، فضفت عليه كمان شوية صغيرين من الكمون وقلبته تقليبة كويسة. وبعديها على طول مباشرة هنزل عليها بالفراخ بتاعتي. الفراخ بتاعتي انا عايزاها بقى تاخد من طعم البصل والمشروم. وكمان ما تنسوش تضيفوا الملح، معلقة صغيرة جدا من الملح هبدأ ان انا اضيفها على الفراخ. تمام. وفي حلة تانية بقى يلا نعمل سلقة المكرونة. ضفت في حلة على النار شوية من المية، حطيت فيها معلقة كبيرة من الملح، وكمان حوالي معلقتين كبار من الزيت. خلاص المية بتاعتي غليت، هبدأ انزل عليها المكرونة بتاعتي. المكرونة دي مكرونة ايطالية فوتشيني، بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. بتكون يعني اتخن من المكرونة الاسباجيتي العادية. يعني بتكون مكرونة عبارة عن شرايح كده. شايفين السمك قد ايه او هي عرضها قد ايه؟ نفس الطول المكرونة الاسباجيتي، بس عرضها اعرض كتير من المكرونة الاسباجيتي. دي اسمها مكرونة فوتشيني. تمام. هبدأ بقى ان انا ايه، هسلق المكرونة كويس جدا. وبعد ما اسلق المكرونة بقى اشيلها واصفيها. في حلة تانية بقى صغيرة جدا على النار هنبدأ نعمل صوص بتاعنا، الوايت صوص بتاعنا بتاع المكرونة. معلقتين كبار من الزبدة هسيحهم عشان نعمل الصوص الوايت صوص بتاعنا. خلاص الزبدة بتاعتي ساحت. الصوص بتاعنا ده يختلف شوية لان احنا بنضيف عليه توم. تمام. بعد ما الزبدة بتاعتي ساحت هبدأ ان انا اضيف عليه فصين من التوم. انا مقطعهم كويس قوي، وبعدين خلاص يعني هشوحهم كده تشويحة صغيرة مع الزبدة. وبعدين ابدأ انزل عليهم بالدقيق بتاعنا. الدقيق بتاعنا هيكون عبارة عن 3 معالق كبار من الدقيق، مش اكتر من كده.
3 معالق كبار من الدقيق فقط. هابدأ إن أنا أنزّلهم كده على الزبدة بتاعتي والتوم، وبعد خلاص ما الدقيق معايا اختلط كويس جدًا مع الزبدة والتوم بتاعي، هابدأ أنزل بقى بالحليب. الحليب بتاعي حوالي لتر من الحليب، هاقسمه على مرتين، هاضيف أول نُص لتر الأول، وبعد كده أمّا الخليط بتاعي يكون جميل وما فيهوش أي كلكعة، هابدأ أضيف كمان النُص لتر التاني. طبعًا وأنا بعد ما ضِفت النُص اللتر الأولاني هابدأ أضيف المنكهات بتاعتي أو البهارات بتاعتي الجميلة. ده على الوش ده التوم، بس أول ما بقى الحليب يمسك كويس مع الدقيق هيكون جميل. ضِفت مكعب المرقة طبعًا، وشوية الملح، وشوية الفلفل الأسمر، والكمون، ويا سلام كمان لو رشة صغيرة جدًا من جوز الطيب، بتدّينا تيست عالي جدًا، جدًا، وطعم بجد حلو أوي. ضفت الملح، الفلفل الأسمر، والكمون، ورشة صغيرة من جوز الطيب، وطبعًا المكعب المرقة بتاعتي. خلاص قلبت المكونات بتاعتي كويس جدًا. هابدأ أضيف كمان كوباية من الكريمة اللباني. الكريمة اللباني دي مهمة جدًا، جدًا، جدًا في الوصفة دي، لازم كريمة لباني. أنا ضفت هنا حوالي كوباية أو كوباية ونص من الكريمة اللباني. هاقلب المكونات كويس مع بعضيها، وبعدين هابدأ أضيف نُص لتر الحليب التاني، وبعدين أقلبه كويس أوي، أوي مع بعضيها. شايفين هو ده القوام بالضبط المضبوط، أخف من البشاميل العادي، وأتقل شوية من الwhite sauce العادي جدًا، تمام، خفيف ويكون طعمه حلو جدًا. خلاص بقى أول ما حسيت إن هو بدأ يغلي من الجوانب كده، خلاص الwhite sauce بتاعنا جاهز وجميل. الفراخ بتاعتنا أهي على النار وخلاص استوت وبقت جميلة. يالّا بقى نبدأ ننزل بيها بقى بالwhite sauce بتاعنا على طول على الفراخ، أيوه، هننزل بيها مباشرةً بالوايت صوص. طيب إحنا ممكن نستبدل الطريقة دي بطريقة تانية اللي هو إيه، بعد ما الفراخ بتاعتنا خلاص استوت وبقت جميلة، ننزل بالفراخ على طول على الوايت صوص بتاعنا، تمام، على طول في حلة الوايت صوص. شايفين الجمال؟ وبعديها أنزل كمان بالكمية الموجودة عندي من المكرونة طبعًا اللي أنا سلقتها. وأقلّب بقى كويس جدًا المكرونة مع الوايت صوص والفراخ. أنا عايزة كده المكرونة تدخل في التتبيلة وتاخد من الوايت صوص والفراخ والصوص بتاع الفراخ، بجد عظمة، طعمها بجد حلو أوي. يعني أنا عايزة أعيد الوصفة دي تاني وأعملها تاني من قد إيه كانت جميلة وحلوة. بجد حلوة جدًا، وصفة سهلة وبسيطة، وكمان ممكن نضيف عليها رشة من البقدونس. نقطّع البقدونس كده حزمة بقدونس صغيرة ونضيفها، بس في ناس ما بيحبوش البقدونس، فخلاص ممكن نكتفي على البقدونس ده على الوش. شايفين الجمال والحلاوة؟ بجد رهيبة وطعمها كان ما شاء الله في منتهى الجمال. شايفين اللذاذة والجمال؟ شايفين الوايت صوص يا جماعة مع الفراخ والمكرونة بجد عاملة عظمة. هابدأ بقى إن أنا أشيل شوية كده في الطبق عشان أوريكم قد إيه جميلة. شايفين ما شاء الله بجد حلوة جدًا، وكمان عملنا كمية تكفي من ل5 ل6 أفراد. طبعًا مش هي دي كل الكمية، في كمية تانية طبعًا ما شاء الله الفراخ كانت كتيرة والصوص وكمان المكرونة، فكانت الكمية ما شاء الله كتيرة يعني الحمد لله. وزي ما قُلت لكم ممكن نكتفي بس برشة بقدونس كده على الوش، لإن في ناس ما بيحبوش البقدونس. ودي كانت وصفتنا النهاردة. عملنا مع بعض مكرونة فوتشيني في أسرع من 10 دقايق كمان، بطريقة جميلة وبجد طعم حلو جدًا، جدًا، يعني هياخدِك كده لمكان بعيد بقد إيه الطعم ده بجد روعة لكل محبين الوايت صوص أو محبين البشاميلات بأنواعها. إن شاء الله تلاقوا في الوصفة دي الجمال والطعم الجميل اللي أنتم بتدوّروا عليه، طعم سهل ومميز كمان وسريع أوي. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. عملنا مع بعض مكرونة فوتشيني بالفراخ والوايت صوص بجد بطريقة جميلة جدًا وطعم هايل، يعني طعم كده خيال بجد يا جماعة. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش كمان تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش يا جماعة تعملوا تعليقات، تسيبوا لي تعليق جميل كده زيكم اللي بيفرحني دايمًا. وبألف هنا وشفا على قلوبكم.